مساء الخير. أولا، الرحمة والمغفرة للذين فارقوا الحياة من جراء هذا الوباء اللعين، وبالشفاء العاجل لمن هم تحت العناية المركزة. ونطلب الله اللطف والخروج إلى بر الأمان في مغربنا الحبيب. وتحية إلى أعضاء هذه الجمعية، جمعية الشمال الجنوب للإعلام والتنمية، وكذلك المنخرطين فيها من أجل تنمية حقيقية، تنمية يشارك فيها أبناء هذا الوطن من جمعيات المجتمع المدني. وعلى أن موضوع الأمن أصبح موضوعا أساسيا، موضوعا له راهنيته واهتمامات المجتمع المدني في اضطراد متزايد من أجل فهم هذا الأمن وفهم وضعية الأمن وعمل رجال الأمن وما يقوم به هذا الأمن. هل هو في الاتجاه الصحيح؟ هل أننا نحن في بلد آمن، بلد ننعم به كذلك بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان والأمن؟ كل هذه مواضيع بطبيعة الحال تشغل بال المجتمع المدني، ومن ضمنها جمعيتكم الموقرة. المهم، أعرض عليكم ولو بصفة عفوية، بصفة إطار أمن متقاعد الآن، وأقول على أنني أول ملاحظة لا أمثل أي جهات رسمية ولا أتحدث باسم أي جهة رسمية. وما أعرضه الآن هو من تحليل خاص ورأي خاص بحكم قاعدتين. الأولى من هذه التجربة بطبيعة الحال مدة 26 سنة في الأمن كإطار، والثانيا من خلال متابعتي لموضوع الأمن وهذه هذا التطور الحاصل في مجال أمننا المغربي. عبد ربي كورقة تعريفية هو من مدينة سلا ومواليد مدينة سلا، حاصل أو خريج كلية الحقوق سنة 76، ولاعب سابق في الجمعية السلوية لكرة القدم القسم الوطني الأول. بعد تخرجي من الكلية كان حظي أن أكون في، أو قدري أن أكون في، أن أنتمي إلى سلكي الأمن ضمن أول فوج لعمداء الشرطة سنة 78 في سبعينات القرن الماضي. 26 سنة تقريبا قضيتها كإطار في عملي داخل هذا السلك. تقلبت فيها بين عدة مناصب وفي مدن مختلفة بما فيها مدينة الدار البيضاء، ما يسمى بكازا أنفا. مهام خارج المغرب، منها رئيس بعثة الأمن في عمليات حفظ السلام في أنغولا، وبعدها في كمبوديا، ثم قبلها رئيس الحرس الخاص لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية في إطار التعاون المغربي الغيني في مجال الأمن والمجال العسكري. 2005 المغادرة الطوعية نحو التقاعد، حيث قررت أن أغادر سلك الأمن
لأرى هذا المجتمع المدني والحياة المدنية، وانخرطت في جمعيات مختلفة فيها منظمات حقوقية تشتغل بالخصوص في مدينة الرباط. وعرفت كذلك، كان لي احتكاك مع المجال الثقافي والمثقفين بندوات وكذلك تدخلات تشرفني كإطار وتشرف معرفتي كذلك. وكذلك جانب آخر هو الجانب السينمائي، حيث كنت رئيس أمن الاستثمار الأمريكي أو الأفلام الأمريكية في المغرب كاستثمار دخل إلى المغرب، أو ما يسمى بهوليود الأمريكية في المغرب، من ضمنها فيلم بلاك هاوك داون في مدينة سلا سنة 2001. هذا الفيلم يتحدث عن سقوط الصقر الأسود، أي الحرب الصومالية والتدخل الأمريكي فيها. ثم بعد المغادرة الطوعية رئيس أمن فيلم ديكابريو 2007 بمدينة الرباط، وهو فيلم جسد الأكاذيب. على إن هذه تجربة مكنتني من معرفة كذلك دواليب السينما والاستثمار السينمائي، ما هو جوانبه الإيجابية، ما هي سلبياته. مسألة أخرى وهذه مهمة هي تعاوني مع الصحافة، بحيث كان أول مقال لي أو حوار هو في جريدة البيضاوي سنة 2006، والبيضاوي التي هي الآن أسبوعية الوطن الآن، وكانت لي جرأة في عدة مقالات، ولم يكن أحد أن يكتب عن مؤسسة الأمن، لأنه لم تكن هناك شجاعة، وكان هناك البعض يتحفظ أن يقول شيئا عن المؤسسة. ومن بعد ظهرت مكاتب دراسات في مجال الأمن، وتحدث البعض عبر الصحف في مجال الأمن، وهذا شيء يبشر على أن، أو يعطي انطباعا على أن حرية التعبير كانت في تزايد مضطرد، ولم يكن هذا الإنسان الصامت المغربي، بل بدأ المثقفون يتحركون نحو المجال الصحفي. وعلى إن الأمن بين الأمس واليوم، الأمن منذ الاستقلال تكون أو تأسس الأمن الوطني بسواعد مغربية، وكان هذا الأمن هو صمام الأمان للمغرب، بحيث كان هناك في تلك الفترة بناء عدد من المؤسسات من أجل استقلالنا ووطننا، وأن نقوم بتدبير وطننا نحن المغاربة بسواعدنا خارج هذه الحماية وخارج الاستعمار الفرنسي. بعد ذلك أن هذا الأمن بدأ في تطور مضطرد، بحيث أن جيل بداية الاستقلال ليس هو جيل الثمانينات، وليس هو جيل التسعينات في الأمن، وليس هو جيل اليوم. هناك شباب اليوم في الأمن لهم من الشواهد العليا، فيكفي من خلال وجودي في المعهد الملكي للشرطة ولا مدارس التكوين في الأمن أن هناك حراس الأمن حاصلين على الماستر في تخصصات مختلفة، رغم أنهم يظهرون على أنهم رجل أمن عادي. فهناك مستويات ثقافية الآن يجب أن نفتخر بها، وهناك شباب في جميع التخصصات، منها التخصصات التكنولوجية والمعرفية المختلفة والمتنوعة،
هم من يحملون الآن مشعل أمن المغاربة. ولا بد أن نقول كذلك على أن رجال الأمن يجب أن نفهم إلى الذين لم يستوعبوا بعد من هم هؤلاء رجال الأمن، إنهم أبناء أحيائنا داخل أزقتنا، يعيشون معنا، نعرف أولياء أمرهم ووالديهم، وهم ترشحوا إلى هذا الأمن ونجحوا في مباريات وأصبحوا رجال الأمن وفهموا هذه المنظومة وإكراهاتها، وعملهم لا يتوقف ليل نهار بطبيعة الحال، إلى حد أن في رمضان هناك الكثير من رجال الأمن نحن في بيوتنا نتناول فطور رمضان في حين أنهم في الشارع العام يعتقون الرمق أو يسدون الرمق من أجل أمننا وحراسة هذا الشارع العام وطمأنينة المغاربة. المهم، لو تحدثنا عن زمن الجائحة نقول، وهذا ما أود في بداية الأمر أن أذكره، أن القيادة الحكيمة الرشيدة لصاحب الجلالة نقولها بفخر أن عدة قرارات كانت لها جرأة، كانت لها استشراف، كان لها بعد استراتيجي كذلك، منها إغلاق الحدود، إحداث صندوق كورونا من أجل الدعم الاجتماعي وتدبير زمن الجائحة، ومنها دعم المستشفيات وكل آليات التي يحتاجها الوباء من أجل توفير العلاج إلى المغاربة في حالة الإصابة. ومنها كذلك، وهذا قرار كان رائعا، هو قرار إرسال طائرة إلى طلابنا في مدينة يوهان الصينية وإرجاعهم بسرعة إلى المغرب. ونحن شاهدنا على أن يوهان أصيبت بكاملها تقريبا، وتم الحجر عليها وعزلها عن بقية أجزاء الصين، وربحنا هؤلاء الطلاب إلى أولياء أمرهم وأسرتهم، وتم وضعهم تحت الحجر، وخرجت كل هذه النتائج سلبية. فهذا قرار رائع، قرار ريادي، قرار نحن أثلج صدرنا عندما شاهدنا هؤلاء الشباب وهم يعودون إلى أرض الوطن. فالمهم يجب أن نذكر أن هناك اجتماع ترأسه صاحب الجلالة وبقيادته، هو اجتماع ضم الجنرال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وكذلك قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس الحكومة. ومن هنا انطلقت القرارات، في مجال الأمن، ومنها قانون الحجر الصحي الصادر يوم 23 أو 22 مارس، وبدأت المديرية العامة للأمن الوطني ورجالها بالتطبيق الفعلي والتنزيل الفعلي على أرض الواقع. فوجدنا هناك انتشار لدوريات، منها مصفحات الجيش في جولة أعتبرها أنها تنبه الساكن والمواطن على أن هناك حالة طوارئ صحية، وجابت الدار البيضاء والمدن الكبرى منها القوات المساعدة بدوريات مشتركة فيها الجيش وفيها الأمن وفيها السلطة المحلية والقوات المساعدة. واستشعر المغرب والحمد لله أن هذا الوباء في أول وهلة أن هذا الوباء هو فتاك وهو خطير وهو فيه انتشار كالنار في الهشيم، وبالتالي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات كما قلت احترازية استشرافية
وتم تنزيلها منها قرارات وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وتم ترتيب هذه الإجراءات الأمنية بخصوص بصفة إطار أمن متقاعد. تم ترتيب هذه الإجراءات على صعيد ولايات الجهة، منها الدار البيضاء التي يوجد فيها مقر جمعيتكم. فهنا لاحظنا أن هناك رجال المرور، هناك حواجز أمنية موجودة، وهناك مراقبة، وهناك دوريات تجول رفقة السلطة المحلية في الشوارع وفي الأحياء كما يقال الهامشية أو الأحياء الشعبية، وتم تنظيم الأسواق وتنظيم كذلك التنقل بين الأحياء. وكذلك صدرت عن وزارة الداخلية مطبوعات هي من أجل كترخيص لأحد أفراد العائلة حتى لا يتعرض باقي العائلات أو الأسر إلى هذا الوباء. وكان الحجر في البيت هو أولى الأولويات، ألا يخرج المواطن إلى الشارع حتى لا يمكن أن يصيب بهذا الوباء، لأن الفيروس حسب المنظمة العالمية ولا المصالح الطبية ولا وزارة الصحة أعطت تفسيرا لهذا الوباء ووضوحا لهذا الوباء، كيف هو هذا الوباء. وبالتالي لائمت المديرية العامة للأمن الوطني كل هذه الإجراءات ضمن الضوابط القانونية التي جاء بها قانون حالة طوارئ، ومنها أن هذا القانون حدد من له الحق في الخروج ولماذا، وكذلك هذه الرخصة التي تعطيه أن يتنقل إما لحالات الضرورة، منها العمل، منها الاستشفاء أو التطبيب أو التبضع. ومن ثم أننا وجدنا هذا الأمن يشتغل على مجموعة من الواجهات، منها هذه القضية الوطنية أو المعركة الوطنية التي انخرط فيها الكل بما فيها المواطنين بما فيها المجتمع المدني من أجل صد هذا الوباء، وحتى لا نصيب بكارثة إنسانية بيننا. فعلى عين الأمن يشتغل في هذه الواجهة بصفتها قضية كما قلت وطنية، قضية معركة المغاربة، الأمن كما قلت المجتمع المدني الكل قيادة وشعبا في الواجهة بطبيعة الحال. هنا أذكر كذلك على أن هذه الإجراءات كانت سلسة انسيابية تعامل فيها الأمن بكل احترام للمواطن، ولم نرى أي احتكاك مع رجل الأمن. وأنا هنا أتحدث عن الأمن بصفة إطار أمن سابق ومهتم بمتابعة هذه المنظومة الأمنية والتحليل ما يمكن تحليله من تطور كذلك. المهم حتى لا أطيل عليكم، كما قلت شاهدنا نائب والي أمن الدار البيضاء على الميدان، وشاهدنا المدير العام كذلك أثناء تفقدي لبعض الحواجز في مدينة الرباط، ووقوفه على سلامة هذه الإجراءات وصحتها عند التطبيق من طرف المشتغلين في هذه الحواجز. وكذلك دخلت التكنولوجيا في هذه الإجراءات، وهذا شيء محمود. وهناك من قال على أن هناك معطيات شخصية، فالجائحة نحن أمام جائحة، وهي جائحة خطيرة. هناك من أراد النقد بدون سند،
فعلى أي هذا موضوع آخر يمكن أن نناقشه فيما بعد، وأكتفي بهذا القدر، وأتمنى لكم اللحمة فيما بين أعضاء هذه الجمعية، وأن نعلمكم على الساحة كذلك، أن نكون قد تكون هذه الجمعية، بحيث أن أنا شخصيا في مدينة سلا لأول مرة أسمع عن هذه الجمعية، فأتمنى لكم، وهذا لا يعني على أن اشتغالكم ضيق، بل أنا أثمن هذه الخطوة في اتصالي معي، وهي خطوة حسنة، خطوة تنم على أن إخوان هذه الجمعية لهم اهتمام بالمعرفة وحب الاطلاع كذلك، والسير إلى الأمام، وهذا شيء جميل من جمعيتكم الجميلة، والسلام عليكم.